بعض الناس لما يتقال له سامح لوجه الله يفتكر ان حقه هيضيع، يعني اسامحه وربنا كده خلاص يسيب حق يضيع. استنى، انت لما بتسامح انت بتعمل طاعة كبيرة جدا. فاكر لما ربنا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللي بيسامح ده مش بيضيع حقه، ده ربنا هيرجع لك حقك تالت ومتالت وممكن أضعاف كمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو نزلته. شكرا ليكم كلكم على كومنتاتكم الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي، بجد بتوصلني كده وبتمس قلبي. بشكركم جدا من كل قلبي وبحبكم كلكم في الله. تعالوا بقى يلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما نبدا بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى اوريكم شوية حاجات جبتها وبعد كده نبدأ الفيديو على طول. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت النهاردة اشارككم شوية حاجات بسيطة كده كنت جايباها، وقولوا لي رأيكم بقى تحت في الكومنتات، عجبتكم ولا ايه؟ اول حاجة جبت الرول الرخامي ده، كنت محتاجاه بصراحة في كذا حاجة كده. هتشوفوا بقى الافكار اللي هنعملها بيه. حلو جدا، هو في منه نوعين، نوع صيني ونوع تقريبا ألماني أو تركي حاجة كده. اهو بصوا ده صيني، أنا مش محتاجة اللي هو الألماني أو التركي، يعني هو بيبقى أتقل من كده، بيبقى أتقل من الصيني، بتبقى الجودة بتاعته أحسن. بس ده أنا قلت ده هيقضي الغرض وخلاص، خاصة ان انا مش محتاجاه ان انا مثلا اعمل بيه رخامة، فانا هبقى محتاجة الخامة التقيلة عشان يقعد معايا اكتر، او عشان احافظ على الرخامة ما يوصلش عليها مية والكلام ده. لا، هتشوفوا انا هستخدمه في ايه. الفكرة هتعجبكم جدا. تابعوا بس معايا الفيديو للاخر وان شاء الله نعمل كل الحاجات دي مع بعض. جبت دي ده مكيال للكابتشينو، القهوة، النسكافيه، الحاجات دي كان نفسي فيها بصراحة من بدري قوي. شكلها كيوت ازاي، صغننة كده وحلوة. وده بقى شوب كده كان نفسي فيه برضو، هو طالع ترندي من فترة. بصوا شايفين شكله حلو قوي، كيوت برضو. تعالوا بقى نشوف اهم حاجة انا كنت طالبة الاوردر عشانها، وهي حاجات دي. خلونا نبدأ الاول دي عبارة عن فرشة من الجنب ده، والجنب التاني مساحة. دي بقى ممكن تعملي بيها الحيطان بتاعة سيراميك الحمام، ممكن تعملي بيها ازاز بتاع شباك مثلا. الفرشة دي بصوا هي حلوة، مش ناعمة قوي، ممكن نعمل بيها الحيطان الأرضية. كمان أنا كنت جايباها علشان عندي في مكان كده ضيق شوية، ما المساحة الكبيرة ما بتعرفش ان هي توصله، فدي صغننة كده فهتجيب المكان ده، فهي بتوصل لأضيق الأماكن عشان تمسحي تغسلي بيها. فبصراحة عجبتني قوي وجربتها، يعني أول ما جت بصراحة ما استنتش، فقلت أجربها كده لقيتها فعلا جابت معايا المكان اللي أنا ما كنتش بعرف أطوله، فهي لذيذة قوي. تعالوا بقى نشوف ايه الفرشة الجروف دول. ده بقى انا جبته علشان غرض واحد، ان انا مش كل شوية افضل اوطي مفكرات ظهري تتعبني. بصوا ده وانا واقفة كده، انا عارفة ان هو طالع من بدري الفكرة بتاعته، بس انا بصراحة
لسه جايباه كده، وفي اللي هي اليد بتاعته دي مكان يتعلق منه الفرشة بتاعته. بصوا تحفة وكيوت كده، بيتحط على جنب، في بياخدش مكان خالص. واحلى حاجة فيه بقى الشراشيب اللي تحت دي علشان بعد ما تخلصي كنس بتعملي كده اهو. لو في مثلا شعر مسك في الفرشة، خيط، اي حاجة، تعملي كده اهو. دي بتحجزه، بتخليه ينزل تحت في الجاروف. فبصراحة حلو جدا وعملي جدا. لو عايزين لينك البيج اللي انا جبت منها، هي بنوتة لذيذة كده. انا مش قايله لها والله ان انا هعمل لها ريفيو او حاجة، بس هي بجد تستاهل. الخامة بتاعتها في كل حاجة حلوة. كمان الاسعار بتاعتها في فرق كبير جدا ما بينها وما بين اسعار بره. يعني بره تقريبا مزودين اكتر من النسبة اللي هي حطاها، فبالنسبة لي اسعارها كويسة جدا. بعتذر لكم طبعا عن صوتي اللي ضايع خالص ده، انا كنت لسه صاحيه من النوم، وحبيت اول حاجه كده ابدا بيها ان انا اعمل لكم الريفيو ده، علشان بعد كده بقى ورايا حاجات كتيره جدا في البيت عاوزه اخلصها. النهارده طلبت معايا ان انا افطر فطير وعسل. انا بحب الفطير جدا، خاصه كده لما بيبقى مخدوم كده وحلو. وولادي كمان طالعيني بيحبوا الفطير جدا، ففرحتهم بقى النهارده وقلت لهم هنفطر فطير وعسل. كنت جايبه الفطير من قبلها بيوم، كنت جايباه من فرنة البحراوي، هي موجودة في سوق الأربعين. بجد الفرنة دي من أحسن الأفران اللي ممكن تاكلوا من عندها فطير. جربت أفران كتيرة جدا، مش بيطلعوا الفطير مورق. دايما بحس ان هو ناقصه حاجة، في حاجة مش مظبوطة. بس الفرنة دي بجد يعني ما شاء الله، برغم ان هم اتعرفوا جدا وبقى ليهم زباينهم، بس الجودة بتاعتهم لسه ما قلتش. اللي لسه ما جربهمش يجربهم على ضمانتي، وبجد هتدعولي. هما عندهم فرعين، فرع في السوق والفرع التاني في الغريب، وكمان تقدروا تطلبوا دليفري. تعالوا بقى نشوف. النهاردة هجهز معاكم السمك. طلعت سمك من الفريزر، ده سمك مرجان. بحب جدا سمك المرجان، انا وبنتي برضو بنحب السمك اللي بيبقى فاتح من جوه، يعني اللحم بتاعه بيبقى ابيض كده وحلو. ده السمك اللي انا بحب اكله. مش عارفة ليه بحس ان السمك طول ما هو لونه فاتح من جوه بيبقى طري. السمكية اللي بيبقى اللحم بتاعها غامق بحس ان هو مش بيبقى طري، حتى لو هو لونه اصلا طبيعته كده، مش ان هو قاعد مثلا فترة عند الراجل او قاعد فترة في الفريزر. لا، ملهاش علاقة خالص السمك طازة او لا. انا مش عارفة وجهة نظري دي صح ولا لأ، بس انا جربت انواع سمك كتير، خاصة ان احنا بلد الصيد. عندنا الاسماك ما شاء الله اللهم بارك انواع كتيرة جدا، فجربت بقى في كذا نوع. لقيت ان كل ما السمكية تكون لونها فاتح او اللحم بتاعها فاتح بتبقى طرية. وبنتي برضو طلعولي، يا سبحان الله، مش عارفة هما بيقلدوني ليه في كل حاجة كده. برغم ان انا ما بقولش قدامها انا بحب ايه او ما بحبش ايه، يعني مش عايزاها ان هي ما تحبش حاجة معينة، لا خالص. يعني بقول لها ومفهماها ان كل الاكل ده نعمة من عند ربنا، وان احنا لازم نحب كل نعم ربنا، وما نقولش على حاجة لا ودي مش عاجبانا ودي مش بنحبها. كمان في حاجة بقى بتضايقني في بنتي، مش عارفة دي في باقي الأطفال برضو نفس الكلام كده ولا هي استثناء بس. يعني ممكن من شكل الحاجة أو من ريحة الحاجة، قبل بقى طبيعي ان اي لحوم قبل ما تبدأ في السوا بيبقى ريحتها مش احسن حاجة. لما بنسويها بقى ونحط لها التوابل بتاعتنا والبهارات والكلام ده كله بيبقى طبعا ريحتها وطعمها تحفة. هي بقى اول ما بتشم ريحة الاسماك او اي حاجة او الفراخ مثلا او اي حاجة، خلاص تاخد قرار فورا ان هي مش هتدوق الحاجة دي، وان الحاجة دي مش عاجباها، وان الحاجة دي وحشة مش هتاكل منها. فمن ضمن برضو الكلام اللي انا كنت بقوله لها ان احنا ندي نفسنا فرصة ان احنا ندوق الحاجة، نجرب الحاجة الاول وبعد كده نحكم عليها اذا كانت هي حلوة او لا، هتعجبنا او لا.
وفعلا في حاجات كتيرة جدا كانت بتقول عليها لأ، مجرد كده ما جربتها مرة في التانية في التالتة لقيت نفسها لأ دي جميلة، والله وازاي انا ما كنتش بحبها وازاي ما كنتش باكلها. فوقتها بقى قلت لها شفتي، مش انتي كنتي بتقولي لا انا مش بحبها وانا قلت لك نجرب الاول وندي نفسنا فرصة ان احنا نجرب. فاللي عنده طفل برضو تعبه كده في موضوع الاكل ما ييأس بقى وخلاص يستسلم ان هو مش هياكل، يجرب معاه بشتى الطرق بكذا طريقة بأي حاجة، المهم ان هو ما يرفضش الاكل او يفضل مصمم على رأيه. بعد ما نضفت السمك هعمل بقى الرز الصيادية. بحب قوي اعمل رز الصيادية جنب الاسماك عموما، بيبقى طعمه حلو جدا بالطريقة بقى اللي انا هقولها لكم دلوقتي. انا دبلت البصلة زي ما انتوا شفتوا، اهم حاجة بس البصلة تغمق معانا ويبقى ايدينا على طول فيها نقلب فيها باستمرار علشان ما تتلسعش، ان هي درجة بسيطة جدا ما بين ان هي تتحرق وما بين ان هي تاخد اللون البني الحلو ده. فلازم تفضلي تقلبي فيها، ما تروحيش تعملي اي حاجة تاني وتسيبيها على النار. بعد بقى ما بتاخد اللون البني ده بنزل برضو عليها بالرز المغسول متصفي. وانا بعمل الطريقة دي بصراحة بتطلع الرز معايا مفلفل وحلو قوي. في ناس بقى بتحط المية المغلية على طول وبعد كده بتسقط الرز، لا انا بحط الرز الاول ياخد كده تشويحة برضو مع البصلة وبعد كده بنزل بالمية المغلية والملح. الطريقة دي بتطلع معايا الرز مفلفل كده وجميل، لان هو بيبقى اخد تحميرة كده في الزيت قبل ما المية تنزل عليه فمش بيعجن خالص. وحطيت بقى الرز يستوي كده مع نفسه، هبتدي بقى ان انا اقلي السمك. انا ما قلتلكوش اثناء ما انا كنت بجهز البصل بتاع الرز وكنت بجهز الرز، سبت السمك شوية في التتبيلة اللي هي توم وملح وكمون بس كده. لو عندك شوية كرفس تمام، مش موجودين ما تحطيش اي توابل او اي حاجة تاني على السمك، هو مش بيحب التوابل الكتير خالص. وقبل ما عملت الرز كان خلاص السمك شارب من التتبيلة البسيطة اللي انا كنت عاملاها له دي، وابتديت بقى ان انا احطه في الدقيق على المفرش اللي انتوا شفتوه ده. بعمله كده كله مرة واحدة، مش لسه بقى هعمل سمكية سمكية، بعمله كده كله في الدقيق مرة واحدة وبعد كده بقليه في الزيت. والسمك بيتقلي بقى ابتديت ان انا اجهز الطحينة، قلت هعمل السلطة والطحينة على بال ما السمك يتقلي، هعمله على مرتين. طول ما انتي واقفه في المطبخ حاولي بقى ان انتي تشغلي نفسك كده في اي حاجه، مش لسه هنستنى الاكل وهو بيستوي، لا عندك مثلا مواعين بسيطه عملتيها وانتي واقفه بتعملي الاكل، اغسليها على طول علشان لما تخلصي الغدا ما تلاقيش المواعين كتيره اتكومت عليكي، لا تبقى انتي غسلتي المواعين اللي هي اصلا انتي استهلكتيها وانتي واقفه بتطبخي. فبعد ما تخلصي بقى طبيخ وبعد ما تخلصي اكل هتلاقي مواعين بسيطه جدا اللي فاضله، اللي هم الطبقين اللي اكلته فيهم وخلاص على كده. بصوا بقى طحينة المستعجلين دي، انا وقفت فترة على بال ما نضفت السمك، بصراحة اخد مني وقت علشان السمك مش كبير قوي، ده سمك مرجان، فيه كمان حجم اصغر من كده، بس ده الحجم يعني يعتبر ده اكبر حاجة لقيتها في المرجان، هو المرجان مش بيبقى حجمه كبير قوي يعني. فاخد مني بصراحة وقت في التنظيف بتاعه. انا ما بحبش ابدا اعمل السمك بقشره، لازم على الاقل اشيل القشر بتاعه والبطن بتاعة السمكية وادوس عليها كده بس حاجة بسيطة، بطلع اللي في بطنها، هي مش بيبقى فيها حاجات كتيرة جوه يعني. السمكية بتبقى نظيفة يعني، هو السمك المرجان اصلا بيبقى فيه بطروخ كده في بطنه، مش بيبقى فيها حاجات تانية. فمش بفتح بطنه انضفه ولا اي حاجة، هو بس بضغط عليها كده سنة بسيطة خالص وبطلع اللي في بطنه. بحط بقى التوم والملح والكمون عليه كده من بره، لو عرفت ان انا احشي مكان الخياشيم بتاعته يبقى كده تمام وزي الفل. تعالوا بقى اقول لكم انا بعمل طحينة المستعجلين دي ازاي. هي الطحينة عامة بيتحط لها توم، انا بقى حطيت توم بودر لان لسه بقى هفرم توم، انا نسيت خالص لما عملت التتبيلة بتاعة السمك اشيل حتة توم للطحينة، كل مرة بعمل كده بس المرة دي نسيت خالص. المهم بجيب توم وبجيب ملح وكمون وسنة فلفل اسود وشوية من الخل، ولو مش موجود خل بحط ليمون او العكس عادي، الاتنين شغالين، واقلبها كده في بعض، وطبعا مية دافية اهم حاجة علشان الطحينة تفك معايا بسهولة.
لما القوام ظبط كده حطيتها في البولات الصغيرة دي، وحطيت عليها من فوق كده رشة بابريكا، وهبتدي بقى ان انا اعمل السلطة الخضراء. عايزة اقول لكم ان انا كل ده بعمله كده باستعجال، لان انا اتأخرت عليهم النهاردة قوي في الغدا. احنا متعودين ان احنا بناكل بدري، مش بحب ابدا ان انا اخر الغدا خالص. فزي ما قلت لكم تنظيف السمك اخد مني وقت بصراحة. السلطة الخضراء بقى بتحب كل حاجة موجودة عندك تحطيها. ما كانش عندي بصل اللي هو البصل الاحمر العادي، كان عندي بصل اخضر حطيته. بصراحة لما بيبقى عندي البصل الاخضر بستغنى عن البصل الاحمر خالص في السلطة، بحطه هو كبديل ليه يعني. وكان عندي جزر برضو وطماطم وخيار، وكان عندي كام عرق جرجير كده اكتشفتهم في الاخر، هتشوفوا في اخر ما خلصت السلطة لقيتهم كده في التلاجة، فقلت لا مش هينفع يقعدوا اكتر من كده، لو قعدوا هيتبلوا هيبوظوا. فرحت مقطعوهم برضو كده على السلطة. بصراحة السلطة كانت غنية قوي النهاردة، كانت حلوة. وكمان فلفل رومي. بحب جدا السلطة يكون فيها خضار مشكل. الالوان دي حلوة جدا ومفيدة وبتقوي المناعة جدا. لو عندك بقى اطفال صغيرين اديهم منها، بس اهم حاجة ان انتي تقطعي الحاجة صغير جدا. انا في السلطة عامة بحب السلطة تتقطع صغير حتى لو مفيش اطفال، بس بقطعها بقى بزيادة اكتر علشان حتى بسان تقدر تاخد منها يعني، وما تشرقهاش كمان. خاصة الخيار والجزر، كمان الجزر انا مش بقطعه خالص، انا ببشره بالمبشرة زي ما انتوا شفتوا كده، بيبقى حلو جدا. وكمان بيشرب من العصير الليمون اللي بيتحط بعد كده وباقي التتبيلة، ومش بيشرق. حطيت نص ليمونه كفايه قوي على السلطه، مش هحط اكتر من كده. النص التاني انا جهزته علشان احطه على السمك لما يطلع، هزين برضو بيه طبق السمك كده في الاخر. وحطيت بقى الملح والفلفل والكمون في الاخر خالص لما طلعت السمك. كانت واقفه بقى معايا ان انا اتبل السلطه، وخلاص بقى هغرفها. انا عايزه اقول لكم بقى في الوقت ده كانوا واقفين فوق دماغي، ويلا انتي اتاخرتي يلا. ادوني فرصتي حتى يعني اصور اخر حاجه دي. عايزه اقول لكم ان اخر مقطع ده ما كانش هيتصور، والله بجد يعني اتاخرت عليهم جدا النهارده. برغم ان انا مش بطيئه جدا، يعني انا بسرع لكم الفيديو انتوا بتشوفوا ان هو متسرع، اكيد انا حركه ايدي بتبقى ابطأ من كده، بس مش البطء اللي هو يخليني ان انا اتاخر يعني. انا بحب عامه انجز في حاجتي بسرعه، لان انا عندي ما شاء الله اللهم بارك ثلاثة. الثلاثه بقى بيبقوا واقفين كده بصوا فوق دماغي، ماما عايزه اكل، ماما عايزه اشرب، ماما عايزه اخش الحمام، ماما مش عارفه ايه. فاللي هو بصوا طب اعمل ايه ولا ايه ولا ايه. فببقى عايزه انجز بقى كده واخلص بسرعه. فخلاص انا عودت نفسي ان انا ما بقاش بطيئة خالص. الاول ممكن اكون كنت بعمل الحاجة بمزاج وبالراحة وعلى مهلي خالص، دلوقتي برضو بعملها بمزاج وبحب وكل حاجة والله، بس لا بعمل بسرعة، ما بقتش بعمل على مهلي خالص. يعني عاوزة اقول لكم ان انا قبل ما اجيب ولادي دول كنت تقريبا بقضي معظم يومي في المطبخ. بصوا افتكس اي حاجة في الحياة، المهم ان انا ما اطلعش بره المطبخ خالص. انا بحب اصلا الطبيخ، بحب الحلويات، بحب الحاجات دي. يمكن اللي متابعني من زمان عارف الوصفات اللي انا كنت بنزلها لكم. فانا طبيعتي ان انا بحب المطبخ قوي. فدلوقتي لا، الموضوع طبعا بيبقى مختلف تماما مع وجود اطفال. بتبقى عايزه كده تخلصي حاجتك بسرعه، علشان هم مش هيسيبوكي في حالك ابدا، ان انت تقفي وتعملي حاجتك على مهلك وبالراحه، والكلام ده مفيش منه خالص. خصوصا لو زي ولادي كده صغيرين، فاعتمادهم الكلي عليكي، هم مش معتمدين على نفسهم. ممكن رونزة عشان اكبر واحدة عندي بتعتمد على نفسها شوية في بعض الحاجات، بس الاتنين الصغيرين لا خالص، مش بيعتمدوا على نفسهم في اي حاجة، هما لسه صغيرين على كده. فكل حاجة بقى بتبقى عليا انا لازم اعملها، فلازم طبعا احاول ان انا اخلص نفسي بسرعة في اي حاجة بعملها، حتى مش في الاكل بس، لا في شغل البيت عموما. وده كان غدانا النهارده، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عايزه اقول لكم ان هم ما كانوش مصدقين خالص ان انا اخيرا خلصت لهم الاكل، والحمد لله اكلنا وخلصنا اكل. انا بقى ما بحبش ابدا اسيب مواعين باقيه للسمك في الحوض خالص، حتى لو تعبانه بجد ممكن اجي على نفسي، الا السمك يعني، الا مواعين السمك
لازم على طول تتغسل بعد ما نخلص اكل فورا. ممكن لو اي اكل تاني مثلا تعبانه مكسله شويه مش مشكله، يعني مش مشكله خالص خالص. بريح نفسي طالما انا محتاجه لكده، طالما انا محتاجه ان انا استريح، مش بضغط على نفسي. بس مواعين السمك ما ينفعش ابدا تفضل كده، لان هي بتقلب حرفيا ريحه البيت. فانا اتعودت كده ان مواعين السمك ما ينفعش ابدا تقعد، لازم اقوم اخلصها على طول. وبعد كده اي حاجة تاني تتأجل، يعني حتى لو ورايا اي حاجة تاني عاوزة اعملها بأجلها، المهم ان المواعين تخلص اول حاجة. كمان بقايا الاكل وتنظيفه وكل الكلام ده لازم تحطيه في شنطة كده ويترموا، حتى لو الباسكت عندك لسه ما اتملاش، لا خلي الشنطة كده دي لوحدها، ان هما لازم يترموا ما يبيتوش ابدا في البيت، علشان برضو هيقلبوا ريحة البيت، وريحة البيت لو مسكت فيه ريحة السمك مش هيطلع غير يعني بعد فترة بقى، مش بسهولة ابدا بتطلع ريحة السمك من البيت. ممكن بقى تعملوا ايه بعد برضو الغدا على طول؟ بتشغلي بخور كده، بتحطي عود واحد بس من البخور، وبجد بيضيع ريحة السمك خالص. وفي حاجة بقى معتمداها بعد كل أكلة سمك، نسيت أصورها معاكم النهاردة. بعد ما بقفل على الزيت وهو سخن كده، يعني آخر خلاص حاجة طلعتها من السمك، بجيب نص عصرة ليمونة بعصرها على السمك، والقشرة مش برميها، بحطها في الزيت كده وهو سخن. عايزة اقول لكم ان الحركة دي برضو بتضيع الى حد ما ريحة السمك في البيت. وكمان لو حطيتي باكت من الفانيليا على السمك بيضيع بقى الريحة خالص. المواعين بقى لما تيجي تغسليها وانتي بتحطي سائل المواعين، حطي معاه نقطة من الخل، نقطة بسيطة خالص كده من الخل. عايزة اقولك هتضيع اي ريحة زفارة موجودة في الاطباق في المواعين، بصوا بتخليها كده حلوة جدا. او قشرة ليمون، القشر برضو بتاع الليمون لما بتيجي تعصريه على السمك ما ترميهوش، برضو خليه في البول اللي انتي بتحطي فيها الصابون السائل اللي بتغسلي بيها المواعين. عايزة اقولك برضو بتضيع اي ريحة زفارة، حلوة جدا كبديل للخل. وعايزه اقولك كمان المكان اللي انتي كنتي بتحضري فيه السمك، كنتي بتنضفي فيه السمك، الخل لو حطيتيه مع شويه ميه في بخاخه وابتديتي ان انتي ترشي المكان كله، بيقتل اي ميكروبات موجوده في المكان. رشي بقى على الاسطح، الرخامات، الحوض، مكان تنظيف السمك، البوتاجاز بعد ما تخلصي وتغسليه وترشي عليه، برضو سحر. دي الطقوس بتاعتي. يوم السمك، يوم السمك ده بيبقى ليه كده طقوس معينة، هي دي اللي انا بعملها. واخر حاجة بقى بعملها في طقوسي بعد اكلة السمك ان انا بعمل لهم عصير ليمون بالنعناع كده. المفروض ان هو بيدينا انتعاش كده ويفوقنا ويفرفشنا، بس انا عايزة اقول لكم ان بعد اكلة السمك دي انا مش ببقى عايزة حاجة من الحياة خالص غير ان انا اخش كده ايل شوية وانام وخلاص بقى. يومي كده بيبقى خلص، انا ببقى عارفه ومتاكده ان يوم السمك ده انا مش هينفع اعمل فيه اي حاجه، ولا انزل مثلا مشوار او اعمل اي حاجه في البيت. فاي حاجه ببقى عايزه اخلصها في البيت بعملها قبل ما اكل السمك، لان بعد ما اكل السمك بجد ببقى عايزه اخد ولادي في حضني كده وانام وخلاص بقى. بجد السمك بيهمتني جدا، اكتر اكله بتخليني كسوله ومش قادره اقوم من مكاني بجد. يعني الاعتراف بالحق فضيله يا جماعه، انا مش كل مره اقول لكم بصوا انا هديت دي وعملت دي وكل الكلام ده وهو ما يبقى ما حصلش. لا انا بعترف بجد ان بعد اكله السمك انا ما بحبش اعمل اي حاجه خالص غير ان انا كده اريح، حتى لو مغمضتش عيني، بس اللي هو ابقى خلاص مش عايزه اعمل مجهود او اي حاجه خالص في البيت. انا مش عارفة انا بس اللي كده ولا الناس كلها زيي ولا ايه، انا مش عارفة بصراحة. لو انتوا زيي قولولي بقى ان انتوا زيي علشان محسش ان انا لوحدي كده، حسسوني ان انا مش مختلفة وان احنا كتير كده زي بعض. بس برضو كسلي ما تغلبش عليا ان انا اسيب المواعين والحوض بالمنظر ده. خلصتهم وشطبتهم وخليتهم زي الفل زي ما انتوا شايفين كده وسبت. اوعى بقى انتوا اللي تكونوا كسلتوا من كلامي. المفروض ان انا طالعه عشان اديكوا طاقه ايجابيه واشجعكم، مش عشان تكسلوا خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو
وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هنزله ان شاء الله. وما تنسوش كمان تدعموني اكتر بالتعليقات الجميلة اللي بتفرحني وبتشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر. مع السلامة. ودي بيسان حبت تختم معاكم الفيديو وتسمعكم صوتها وتعرفكم ان هي موجودة وتقول لكم باي باي.